السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ معكم ايمان طه من قناة اطبخها بسهولة. النهاردة هعمل معاكم رز بلبن بطريقة جديدة وحلوة وهتعجبكم ان شاء الله، ولو اتبعتوا الخطوات هيطلع معاكم رز بلبن زي ما انتم شايفين كده، زي القشطة بالظبط، طعمه حلو جدا واحلى من بتاع المحلات كتير جدا. ما تنسوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة واتم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ معاكم الخطوات. معايا كوباية الا ربع من المج اللي انتوا شايفينه ده رز، انا غسلته مرة واحدة بس. ما تغسليش الرز كتير، لما بتغسل كتير ما بيكونش حلو في الرز بلبن، لازم يكون منشي. عليهم كوباية واحدة بس من اللبن، علشان كده كده الرز هيشربها، فبالتالي لو حطيتي كتير هيتبخر مش هيبقى ليه اي لازمة. هنحط 4 كوبايات من المية، هنرفعه على النار لحد ما يستوي. هدفع عنه واسيبه لحد ما يهدى خالص، يبرد تماما. دي 3 كوباية من المية. ده كيلو ونص من اللبن، معانا كيلو ونص من اللبن بس كان مجمد معايا، سبته يفك لحد الرز من اللبن اهو استوى معايا على النار. شايفين الرزية دايبة وحلوة جدا. بطفي عنه واسيبه لما يبرد تماما. هنا بعد ما برد انا ضفت كمية اللبن كلها، نسيبه لحد ما يغلي. وطول ما انا واقفه كده اقلب فيه. هو ممكن لما يبرد يكون متكتل معاكي عادي، هتضيفي اللبن وتفضلي تقلبي فيه لحد ما ما يفك التكتل اللي فيه ده ويبقى سايح معاكي زي ما انتوا شايفين كده. هضيف عليهم 3 مكعبات من الزبدة. لو عندك قشطة تحطي معلقة من القشطة، لو ما عندكيش قشطة حطي معلقة من السمنة البلدي. لو ما عندكيش، لو السمنة اللي هي نيوزيلندي دي برضو بيكون طعمها جميل جدا في رز بلبن. المهم دي بتديله قيمة حلوة جدا، بتديله تيست وطعم جميل. لو مش متوفر عندك برضو هيكون طعم جميل ان شاء الله. انا هنا حطيت 3 مكعبات من الزبدة. هنا انا حطيت على الكيلو ونص لبن كوبايتين من السكر. السكر ده على حسب ذوقك انتي، على حسب انتي بتحبي ايه، مسكر نص. هو كان حلو يعني، الكوبايتين كان حلو. إيه لو انتي عايزه تضيفي كوبايه ونص ضيفي كوبايه ونص وقلبي، لو احتاجتي تاني ضيفي، لو احتاجتي ان هو يكون مسكر عن كده ضيفي، على حسب برضو ايه ما انتوا بتحبوه كده. وتسيبيه لحد ما السكر يدوب تماما، والرزه برضو تشرب من اللبن. برضو بنفضل نغليه كتير على النار. انا هنا قلبت 4 معالق كبار من النشا وحطيتهم على النار. قبل ما احط النشا، هي الكاميرا فصلت مني معلش، انا دوبت معلقتين كريم شانتيه، عليهم معلقتين من اللبن البودرة، وحطيتهم قبل ما احط النشا. والله العظيم بيدي طعم حلو جدا للرز بلبن، مش هيفرق عن اللي بره نهائي، عن بتاع المحلات. يكون زي طعم الرز بلبن كده، زي القشطة، طعمه جميل جدا. لو مش متوفر عندك اللبن البودر، اللبن البودرة عادي مش مهم. بس الكريم شانتيه والله بيديله طعم حلو جدا. هنا انا حطيت السكر وداب معانا قبل ما اطفي عنه، وحطيت النشا. بعد ما بحط النشا وتستوي معايا تغلي كذا غلوة، بس اهم حاجه ان انا افضل اقلب فيها علشان ما يكلكعش مني وانا بضيف النشا. بحط كيسين من الفانيليا، تديها ريحه جميله جدا الفانيليا. هنا بعد ما استوى معانا وغلى كذا غلوه بعد النشا بغرفه
واسيبه لحد ما يبرد تماما. هنا ما شاء الله كيلو ونص من اللبن عمل معايا الكميه الكبيره دي زي ما انتوا شايفين حبايبي، والله طعمه حلو جدا. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، وهتعتمدوا الطريقه دي على طول في الرز بلبن. ده الطاجن ده انا هدخله الفرن ياخد وش. هنا انا بعد ما طلعت الطاجن اهو، انا خدت 3 معالق من الكريم شانتيه، عليهم معلقتين من اللبن البودرة، وحطيتهم قبل ما احط النشا. بدوبهم في ربع كوباية من المية، احطهم قبل ما احط النشا وهو على النار، واسيبه يغلي شوية لحد ما يطعم من طعم الكريم شانتيه واللبن البودرة زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. معلش بس الكاميرا فصلت مني وانا بحط الكريم شانتيه وما كنتش واخده بالي. زي ما انتوا شايفين كده الرز بلبن طعمه والله العظيم بجد طعمه حلو جدا. هنا انا مزيناه من على الوش، حاطه فول سوداني وحاطه جوز الهند. التحليه دي بقى التزيين على حسب ما انت عايزه وعلى حسب الامكانيات المتوفره عندك. طعمه حكايه. اي مكسرات، زبيب، جوز الهند، فول سوداني، فستق، لوز، اي مكسرات انتي بتحبيها رشيها على الوش بتاعه. بس طبعا ما بنرشش اي مكسرات الا بعد الرز باللبن ما يبرد تماما. هنا الرز ده الطاجن ده انا دخلته الفرن. لو عايزه ترشي له رشه سكر بودره على الوش وتدخليه الفرن ماشي، بس هو كده كده على العموم يعني بياخد وش لو دخلتيه من غير ما ترشي له اي حاجه. انا هنا بصراحه ما رشيتلوش اي حاجه، دخلته الفرن خد اللون الجميل ده. بياخد لون وطعم، الفرن بيديله طعم حلو جدا وطعمه مختلف عن المكسرات تماما. بصراحه انا ولادي حبوا اللي هو في الفرن ده، حبوه جدا. هنا بقى علشان نحفظ الرز بلبن والوش ما يقشفش مننا ويبقى مش حلو كده، بنحط بنغطيه بستريتش ونشيله في التلاجة لحد الكمية كلها ما تخلص معانا. لو ما عندكيش ستريتش بتغطيه باي حاجة علشان ما يلقطش من ريحة التلاجة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وشير والاشتراك في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.